6 تطبيقات ستجعلك معلماً مبدعاً مبتكراً وملهماً أيضاً. هذه التطبيقات تساعد المعلم في إعداد دروسه بسهولة وفعالية، كما وتساعد أيضاً في تصميم دروس مبتكرة وشيقة يستمتع بها الطلاب، وتحتوي على أدوات مساعدة للتواصل مع الطلاب وتحفيزهم، كما أنها تجعل تجربة المعلم أكثر متعة وإثارة. جرب وانطلق نحو تحقيق النجاح في التعليم. التطبيق الأول اللي هو تطبيق العجلة الدوارة. نستطيع من خلال هذا التطبيق أن نكتب أسماء الطلاب أو الطالبات، ونقدر نكتب أرقام، نقدر نكتب كلمات يختار منها الطالب وبعدين يقرأها. نقدر نضع صوت، نغير المظهر أيضا، نخليه تلقائي فاتح ملون، نغير في اللي هو شكل العجلة. أيضا نقدر من خلال الإعدادات إننا نختار الألوان، أيضا نختار ألوان العجلة، نكتب أيضا اسم العجلة، وأيضا نقدر نكتب اللي هو الأشياء اللي نبيها داخل العجلة. ممكن نضع أسماء طلاب، ممكن نضع أرقام والطالب يختار يأخذ هدية أو يأخذ سؤال، ممكن نضع أيضا كلمات عندما تتوقف العجلة يقرأ الطالب هذه الكلمة. طبعا كل هذا يعود إلى إبداع المعلمة. نقدر أيضا نتحكم في دوران العجلة والوقت الذي تدور فيه العجلة. نستطيع أيضا استجلاب قائمة من موقع آخر، وما ننسى بعد ما نكتب العجلة كاملة نضغط كلمة حفظ. أيضا عندنا في المربع اللي على اليمين جميع العجلات التي تم إنشاؤها بأسماء الفصول، يعني مجرد ما تنشأ العجلة تلقاها موجودة وتختار العجلة المناسبة. ممكن تختار أنت الأسئلة مباشرة، تفتح على أسماء الطلاب، يعني تجهز العجلة تجهيز. تطبيق سحابة الكلمات من أجمل التطبيقات اللي راح تفيد المعلمين والمعلمات. يختار المعلم مجموعة من الكلمات، سواء معلم الرياضيات، معلم العلوم، معلم لغتي، ويكتب الكلمات بهذا الشكل. يكتب مجموعة من الكلمات، وبعدين ينشئ اللي هي السحابة. يختار واحدة من هذه السحابات ومن هذه الأشكال. بعدين راح تتكون عندنا السحابة فيها مجموعة من الكلمات بهذا الشكل. المعلم هنا يقدر يستخدمها معلم العلوم في بحث عن مصطلح لتعريف معين داخل سحابة الكلمات. معلم لغتي أيضا يستطيع أنه هو يختار يطلب من الطالب أنه هو يبحث عن مجموعة من الكلمات المعينة اللي هو يريد الطالب أن يقرأها داخل هذه السحابة. نقدر نغير في الألوان، نقدر نغير في كثافة السحابة، تكون كلمات قليلة أو تكون الكلمات كثيرة. نقدر نصغر ونكبر، وأيضا نقدر نكبر الخط، نغير الألوان. أيضا نقدر إحنا نطبع هذه السحابة بحيث إنه نطبعها للطلاب يلونونها وأيضا يختارون الكلمات المطلوب منهم. تطبيق النوت هي عبارة عن مجموعة من النوتس اللي يضعها المعلم في خلفية معينة. طبعا فيه جزء مجاني، خلفيات مجانية وخلفيات بفلوس بعد الاشتراك. طبعا هنا يضغط المعلم يقدر يرسلها عن طريق الإيميل. عندنا هنا اللي هي كتابة النوت، يختار المعلم النوت اللي يبيه، بعدين يقوم يكتب الكلمات أو الجمل أو المعلومات اللي يبيها، ويقدر إنه هو بالنسبة للخط يكون فوق شوي أو تحت شوي. يقدر إنه هو يخلي الكلام في المنتصف يمين أو يسار كأنه يتعامل مع الوورد. يقدر يغير الخطوط، وأيضا يستطيع المعلم إنه هو يغير في الألوان لخلفية النوت، أزرق، أصفر، اللون اللي هو يبيه. وأيضا يقدر يغير في لون الخط نفسه. إذا نستطيع أن نغير لون الخط، لون الخلفية، اتجاه الخط، ونستطيع أن نغير أيضا الخطوط من خلال علامة الإعدادات هذه. إذا انتهينا نقدر أيضا نضع الستيكرز في الأشكال هذه الملونة، ونختار من الأشكال الرمادية اللي تحت. ممكن نختار مجموعة من الأشكال اللي تخدمنا في الحصة
الفكرة المعينة اللي نبي نعرضها. مثلا أيضا نقدر نكتب أرقام عشان نرقم النوت. جميلة جدا يستخدمها المعلم في كتابة المفردات، ممكن حتى كتابة الواجبات، ممكن حتى كتابة الطلبات اللي يبيها من الطلاب يصورها ويضعها، أو الكلمات اللي كل يوم يضيفها للطلاب. أيضا في العلوم عندنا اللي هي المفردات الجديدة، في الرياضيات عندنا المفردات الجديدة، في لغتي عندنا الكلمات اللي يبيها المعلم. نقدر ننسخ النوت، نقدر نحنا نحركها، نصغر، نكبر، نغير مكانها، ونغير الترتيب كامل. تطبيق Make It اللي هو عبارة عن صنع الإلعاب، بسيط جدا، واضح وباللغة العربية، فيه مسابقات وفيه ألعاب تنشئها المعلمة، لعبة في الفصل أو مسابقة ترسل الرابط لمجموعة من الطلاب. تختارين الخلفيات، سهل جدا، تختارين الخلفيات اللي تبينها للعبة. بعدين الخطوة رقم 2 تختارين اللعبة اللي تبين تصممينها، وعندنا كثير من الألعاب: توصيل، ابحث عن الشريك، أسئلة، تنظيم، عمليات حسابية، اسحب الكلمات، تكوين جمل، ممكن ألغاز من خلال الصورة. أنا راح أختار خمن الصورة. خمن الصورة هي عبارة عن صورة تختارها المعلمة وتطلب من الطلاب إنهم يرتبون الكلمات من خلال مجموعة من الحروف. أول شيء ننقل على إضافة صورة ونضيف الصورة من معرض الصور. بعد ما نختار الصورة نضع الصورة طبعا مثل صورة الكعبة، ونضع ونكتب الكلمة اللي نبي الطالبات أو الطلاب يخمنونها، مثل كلمة الكعبة. في الكلمة تجينا ملخبطة و خلاص تبدأ اللعبة الآن تشغيل. يلا، ما هي الكلمة؟ خمن الكلمة الموجودة. يبدأون بوضع الحروف المناسبة في المكان المناسب. سهل جدا التعامل مع التطبيق. فكري باللعبة فقط وابدأي بتصميمها. عندنا تطبيق النوتابيلتي، من أجمل وأروع وأفضل التطبيقات اللي أستخدمها أنا كمعلمة رياضيات، ما أستغني عنه نهائيا. أحمل فيه الكتب كاملة، بعدين أقدر أكتب تماما على كل شريحة بهذا الشكل، قلم نحيف، قلم عريض، ممكن تلوين، ممكن حتى أظلل على المعلومات اللي أنا أبيها. أيضا أقدر أمسح بكل سهولة باستخدام المساحة. أيضا أقدر أستخدم الكتابة باستخدام الكيبورد إذا كان خطي أنا مثلا مو واضح، أو الطلاب ما فهموا الخط اللي أنا كتبته، بكل سهولة أقدر أكتب بواسطة الكيبورد وأختار الخط كأني أتعامل مع الوورد. أختار الخط اللي أنا أبيه بالحجم اللي أنا أبيه وباللون اللي أنا أبيه. بعدين الآن كيف أنقله؟ باستخدام اللسان اللي موجود فوق، أحرك يمين يسار وأضعه في المكان اللي أنا أبيه. أقدر أضيف أيضا خلفيات، ممكن أضيف الشبكة لو أنا أبي مثلا شبكة في الرياضيات مثلا، ممكن أضيف خطوط يكون مسطر. أيضا أقدر أغير الخلفية لنفس الكلام عشان يكون واضح. ممكن أي لون أنا أختاره من الألوان. نيجي لإضافة الصور. لي الحرية أضيف الصورة اللي أنا أبيها من الاستديو. أي صورة أنا أحتاجها أقدر أجهز درسي مسبقا بوضع الصور اللي أنا أبيها. أقدر أكرر، أقدر أنسخ، أقدر أقص هذه الصورة اللي أنا وضعتها. أستطيع أيضا من خلال آد بيج أني أنا أفتح صفحة جديدة فاضية أكتب فيها الكلام اللي أنا أبيه وأنسق درسي في الصفحة الفاضية، أضع فيها صورة، أضع فيها أيضا مقطع فيديو، ممكن أجمع مجموعة من الصور. أبي أظلل على جزء معين ما يشوفونه الطلاب، بواسطة أيضا هذه الأداة أظلل وأقدر أمسحها في الفصل إذا بغيت أني أظهرها للطلاب. أقدر أسجل أيضا صوتي، أقدر أضع ستيكرز. في الستيكرز هذه مجموعة كبيرة من الستيكرز موجودة، وأختار اللي أنا أحتاجه. في أيضا في التطبيق الجيف اللي هي الصور المتحركة أو المقاطع المتحركة. أكتب المقطع اللي أنا أبيه، وأيضا أقدر أضيفه، أكبر، أصغر، أجيبه يمين يسار. أيضا أستطيع أني أنا أضع نوتس، فيه نوتس بعد في التطبيق. أيضا النوت اللي هي الزر اللي على اليمين باللون
أي لون أنا أختاره. وأيضا الخطوط ممكن يكون منقط، ممكن يكون مخطط. أنا أختار النوت اللي أنا أبيها، أستطيع أني أكبرها وأستطيع أني أصغرها وأضعها في المكان اللي أنا بيه، وأيضا أستطيع الكتابة عليها. لما أحرك النوتس وأقدر أيضا أمسح، لما أحرك النوت أيضا تتحرك الكلام اللي أنا كتبته بداخلها، فيتحرك النوت مع الكلام. لو كتبت تعريفات، لو كتبت ملاحظات معينة أو أسئلة معينة على جنب، أقدر أيضا النوت إني أحركها مع الكلام اللي داخلها بكل سهولة. أيضا أقدر إني أحذف النوتس من خلال السلة أو أتخلص منها، أقدر إني أكررها أكثر من مرة بنفس اللون ونفس الشكل. تطبيق Explain Everything في نسخة مدفوعة ونسخة مجانية، تعطيكي شريحة واحدة فقط. طبعا هذه شغل المعلمات في الشرح وإبداعاتهم. أول شيء نضغط على جديد علشان يفتح لنا شريحة جديدة نقدر حنا نشرح ونستخدمها. لما نضغط جديد يفتح لنا اللي هي 3 أشياء: تامبلت، فايل، وبلانك كانفاس. نختار اللي هي بلاك كانفاس واللي هي تعطينا الشريحة الفاضية. في عندنا القلم، في عندنا قلم الرصاص، وفي عندنا المسطرة. كل واحد له خط معين وكل واحد يستخدم الشيء اللي هو يحتاجه. المسطرة تفيدنا كثير في الرياضيات، لما نبغى نسطر، لما نبغى نرسم أشكال هندسية بدل ما احنا نجيب مسطرة ولا منقلة ولا، هذه مرة بسيطة نقدر نمسح بكل سهولة، مسح خفيف أو حتى مسح كامل الصفحة. أيضا نقدر نرسم أشكال، بمجرد ما ترسمين الشكل من خلال هذه الأداة يعطيكي هو اللي هو مطابقة الشكل. ترسمين دائرة، ترسمين مثلث، ترسمين نجمة. إذا حصل على شكل مطابق بيعطيك إياه، وأحيانا إذا ما قدر إنه يحصل على شكل مطابق بيقولك لم أستطع الحصول على الشكل المطابق. نقدر هنا نشيل أيضا المسطرة نخفيها. عندنا الأقلام فيه مجموعة من الألوان. لما أنا أكتب هذه الكتابة، في ميزة في هذا التطبيق إنه هذه الكتابة يخليها عبارة عن شريحة لحالها، أقدر أحركها فوق، يمين، يسار، وأتعامل معها. في عندنا هنا أيضا الأشكال اللي هو نختار نجمة، أي شكل حنا هي مثل هنا الشكل ما تعذر مطابقة الشكل ما لقاه، فبسرعة حذفت الشكل. نغير الألوان، ممكن ما يكون أسود ورمادي، ممكن يكون بأي لون أنت تختارينه من خلال هذه الألوان. طبعا هذه محاطنا الأشكال اللي ممكن حنا نطابقها. نرسم خطوط، أي شيء أنا أحتاجه. هنا تعذر مطابقة هذا الشكل. طيب نجي للكتابة. أيضا أستطيع أني أكتب بالكيبورد في هذا التطبيق وأتعامل معه معاملة الوورد. أظلل، أختار اللون، أختار الخط، أكبر حجم الخط، وأيضا أستطيع أني أنا أعرض الخط، أخلي الخط يجي يمين وأخلي الخط يجي يسار، وأيضا أكبر حجم الخط بالحجم اللي أنا أبيه بهذا الشكل، بس لازم أظلله وأحركه يمين يسار. في عندي علامة القفل هنا، أقفل بحيث إنه ما أقدر أحرك هذه العبارة، لكن اللي فوق أنا أقدر أحركها في المكان اللي أنا أبيه. هذه خلاص ما تتحرك. حتى المثلث أنا أقدر أحركه لأني ما قفلته. لما أضغط قفل ما أقدر أحركه في الشريحة، لكني أقدر أحرك الكلمة الثانية اللي أنا ما قفلتها. أقدر أجمعهم كلهم مع بعض وأقفلهم فتصير عندي شريحة واحدة. أقدر أصغر بهذا الشكل وأقدر أكبر الصفحة كاملة. أقدر أيضا أني أغير خلفية الصفحة باللون اللي أنا أبيه. أيضا عندي الاقتصاص، ممكن يفيد في الأشكال. أقتص جزء من الشكل وأجيبه على جنب وأركبهم يكونون شكل. طبعا هذا كله يرجع لإبداع المعلمة، ماذا تحتاج وماذا تستخدم. عندي الأيقونات اللي هنا، أقدر أضيف صوت أو أسجل صوت، أضيف معادلات رياضيات، أسجل فيديو أو أصور. وعندي هنا أيضا أضيف اللي هي الصور من الاستديو. أيضا أقدر أضيف مقاطع فيديو أحطها على جنب، ممكن أنا أستخدمها في درسي وأشغلها في الوقت اللي أنا أبيه. أقدر أصغر مقطع الفيديو وأقدر أكبره، ومتى ما بغيت ضغطت عليه داخل الحصة وخليته يشتغل بهذا الشكل.
عندي ملفات قصاصات فنية، عندي أيضا هذه قصاصة فنية صورة آسفة أقدر أجيبها من الاستديو وأتعامل معها نسخ لصق مشاركة، أيضا أقدر أصغر وأكبر فيها. عندي أيضا العبارات هذه القصاصات الفنية اللي موجودة في نفس الجهاز، وعندي أيضا النوت، وأقدر أيضا إني أكتب داخل النوت بهذا الشكل، وأحرك النوت وأغير الخلفية وأغير لون الخط وأحركه يمين ويسار. نقدر نسوي له تحرير مثل الوورد. في عندي اللي هي الملفات الصوتية أيضا أقدر أضيفها وانتهينا.